الكلمة الآن لمعالي السيدة سلمى بخت منصوري وزيرة خارجية الجزائر. السيد وانغي وزير وكيل الدولة وكيلة وزير. أود في البداية أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم على قيادتكم الحكيمة لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر الجاري. كما لا يفوتني أن أثني على رئاسة المجلس لتوفيقها في اختيار موضوع نقاشنا اليوم، وعلى تقديم المذكرة المفاهيمية التي أثرت جلستنا هذه. الشكر موصول أيضا إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام إلى الأمم المتحدة على إحاطته الوافية والقيمة. السيد الرئيس، إن اجتماعنا اليوم ينعقد في سياق دولي بالغ التعقيد، يشهد تصعيدا مقلقا في التوترات الجيوسياسية وتعددا للأزمات السياسية والأمنية، من نزاعات مسلحة وكوارث إنسانية وتحديات اقتصادية وبيئية، فضلا عن آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويمس بفعالية منظومتنا المتعددة الأطراف. هذه التحديات تترافق مع انتهاكات متزايدة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهميش دور المنظمات القارية خاصة الاتحاد الإفريقي، ومحاولات فرض معايير مزدوجة في التعامل مع النزاعات الحالية خاصة في القارة الإفريقية. السيد الرئيس، تؤمن الجزائر إيمانا راسخا بأن التمسك بالنظام المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة، ومع ذلك يمر هذا النظام بمرحلة اضطراب غير مسبوقة نتيجة تزايد الاستقطاب الدولي وتآكل الثقة في المؤسسات الأممية. وعليه فإن إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، على أن يكون هذا الإصلاح شاملا عادلا ومتوازنا. وفي هذا السياق تود الجزائر تسليط الضوء على 5 نقاط أساسية تراها ضرورية لتوجيه مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام المتعدد الأطراف. أولاً، ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة مع التأكيد على تعزيز التمثيل العادل والمتوازن داخل أجهزتها الرئيسية وعلى رأسها مجلس الأمن. ليس من المقبول استمرار الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا، القارة التي تشكل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما تظل محرومة من أي تمثيل دائم داخل هذا المجلس، وتمثيلها في الفئة غير الدائمة يبقى جد محدود. وفي هذا السياق تؤكد الجزائر دعمها القوي للموقف الإفريقي الموحد، كما تضمنه توافق إيزلويني وإعلان سيرت، وهو موقف يحظى اليوم بتأييد متزايد من قبل الدول الأعضاء. ثانياً، تنشيط دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الأكثر تمثيلاً وشمولاً، ومنحها صلاحيات أوسع في معالجة القضايا الدولية الكبرى، بما يعزز الديمقراطية داخل المنظومة الأممية. إن إعادة التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة بات أمراً ملحاً، بحيث لا تختزل النظام الأممي
في مجلس الأمن وحده، بل تستعيد الجمعية العامة مكانتها كمنبر رئيسي لاتخاذ القرارات ذات الطابع الشامل والمصيري. فهي بحكم تمثيلها لجميع الدول الأعضاء تبقى الإطار الأمثل لتجسيد مبدأ الديمقراطية الدولية والحوكمة المتوازنة. لقد أظهرت النقاشات الأخيرة هنا في هذا المجلس بما في ذلك خلال الاجتماعات المفتوحة سابقا توافقا واسعا حول ضرورة إعادة الاعتبار لدور الجمعية العامة وضمان احترام صلاحيتها وفقا لما ينص عليه الميثاق. وفي هذا الشأن فإننا نشيد بالدور المحوري الذي تلعبه محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في الوقاية من نشوب النزاعات الدولية وتسويتها بطرق السلمية. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثني على الدور البارز الذي قدمت به المحكمة في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني، ورفع كلمة الحق. كما ندعوها للاستمرار في نهجها هذا، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات المتواصلة بالتهجير القسري التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. ثالثا، تحسين أساليب عمل مجلس الأمن بما يجعله أكثر شفافية وكفاءة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أعضائه. في هذا الإطار تذكر الجزائر بالمبادرة التي أطلقتها خلال عضويتها الحالية في المجلس، والتي تكللت باعتماد تحديث للمذكرة 507 في ديسمبر الماضي بهدف تحقيق المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين. هذه الخطوة لاقت ترحيبا واسعا، وهي مثال حي على أن التوافق ممكن عندما تتوفر الإرادة السياسية ويسود روح البناء. رابعا، ضرورة إرساء منهجية مؤسسية لتفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الإفريقي، وفقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن التشغيل المنتظم والمستدام لآليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، لا سيما في التعامل مع القضايا الإفريقية. وتؤكد الجزائر على المواقف والقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية، خاصة في الدول التي تشهد حاليا أزمات معقدة، يجب أن تحظى بالدعم الكامل من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بحيث تتكامل الجهود الدولية مع الرؤى الإفريقية بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات تمليها اعتبارات ومصالح أطراف خارجية. كما نعتبر نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن أحد الأدوات الأساسية التي يمتلكها المجتمع الدولي لمعالجة التهديدات للأمن والسلم الدوليين، حيث يفترض أن يكون الهدف منها وقائيا وليس عقابيا. ومع ذلك يجب أن يتم تطبيق نظام العقوبات بحذر، مع التركيز على الوقاية من الأزمات قبل تفاقمها، حيث أن العقوبات غير المدروسة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة الشعوب والمدنيين، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وفي سياق تعزيز تعاون متعدد الأطراف، يجب أن نعيد النظر في كيفية تصميم وتنفيذ نظام العقوبات بحيث يرتكز أكثر على عنصر الوقاية. ينبغي أن تكون العقوبات مدعومة بجهودات دبلوماسية فعالة تهدف إلى حل النزاعات وتحقيق السلام، مما يضمن عدم تحول هذه التدابير إلى عقوبات قاسية ضد الشعوب والتي قد تؤدي إلى انتهاكات صارمة لحقوق الإنسان. ويتطلب ذلك تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتفعيل آليات الحوار والتفاوض بهدف بناء الثقة ومنع النزاعات قبل أن تتطور وتتفاقم. إن تعزيز نظام متعدد الأطراف يتطلب منا التفكير في بدائل أكثر فعالية تعزز من الاستقرار وتعمل على تحقيق العدالة، مما يسهم في بناء عالم أكثر سلاما وتعاونا. خامسا، ضرورة تعبئة الموارد المالية اللازمة وتفعيل قنوات التمويل المستدام لدعم الدبلوماسية الوقائية وآلية الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في إفريقيا، بما يعزز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية ويدعم الديناميكيات الوطنية والقارية لتطوير هذه الآليات. السيد الرئيس، في سياق الإصلاحات الشاملة لا بد من التركيز أيضا على النظام المالي والاقتصادي العالمي بما في ذلك مؤسسات بروتون وودز لضمان مشاركة أوسع للدول النامية ولا سيما الإفريقية منها في صنع القرارات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبلها. إن النظام المالي الحالي الذي يهيمن عليه الدول المتقدمة أضحى عاجزا عن الاستجابة لتطلعات الدول النامية خاصة في القارة الإفريقية. في هذا الصدد نؤكد على ضرورة توفير آليات تمويل مرنة ومستدامة لصالح البلدان الإفريقية، مع العمل على إلغاء أو تخفيف أعباء الديون التي تثقل كاهلها، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتمكينها من تنفيذ أجندات التنمية الوطنية والقارية. كما ندعو إلى إصلاح نظام التجاري العالمي بما يضمن تكافؤ الفرص للمنتجات الإفريقية في الأسواق الدولية ويسهم في دمج اقتصاديات الدول النامية بصفة عادلة في الاقتصاد العالمي. إن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين وتولي دولة إفريقية رئاسته هذا العام دولة جنوب إفريقيا الشقيقة يمثل فرصة أخرى لدعم دول الجنوب عموما ولإفريقيا خصوصا للعب دور أكبر في الحوكمة السياسية والاقتصادية المتعددة الأطراف. السيد الرئيس، إن الهوة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين دول الشمال ودول الجنوب تعد مصدر قلق. إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليست مسألة خوارزميات معقدة فحسب، إنها تتعلق أيضا بأمن الدول وبالحق المقدس في حماية سيادتها. إن المشهد الحالي لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي يعاني من فراغ تنظيمي وتشريعي رهيب، وهو ما يعرض دولنا لتهديدات جديدة لا توقفها حدود. ولذا يجب على المجموعة الدولية أن تعمل جاهدة بغية الوقاية والحد من أي مخاطر تنجم عن الانتشار والتطور غير المقنن وغير المنظم لهكذا تكنولوجيات. السيد الرئيس، في الختام، إن مستقبل عالمنا يخصنا جميعا دون استثناء، لذلك يتعين علينا حمايته والحفاظ على رفاهيته للأجيال الحالية والمستقبلية. وعلينا جميعا كما أكده في العديد من المناسبات
رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وأقتبس: العمل بدون هوادة من أجل تجاوز منطق تسيير الأزمات وإدارتها، بل اعتماد مقاربات ترتكز على الحلول النهائية للمشاكل والأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية. نهاية الاقتباس. إن الاجتماعات المبرمجة خلال هذا العام، ومنها القمة المقبلة للتنمية الاجتماعية ومؤتمر تمويل التنمية ومراجعة هيكل بناء السلم التابع للأمم المتحدة، تشكل كلها فرصا لتجديد وتدعيم النظام متعدد الأطراف. سنبقى نتطلع إلى عالم يعمه السلام والاستقرار ويسوده الأمن والازدهار، حيث تتحقق رفاهية الشعوب تحت مظلة الأمم المتحدة، ولتكون الإرادات مخلصة والعزائم ثابتة متحدة في هدف مشترك يسعى لتحقيق تطلعات شعوبنا المشروعة، ويعزز من تعاوننا المستدام لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشكركم على حسن الاستماع. أشكر معالي السيدة منصوري على بيانها.